حاسس 80 كيلو هتاكل بيتزا وكمان مليانه رانش؟ انت معاك واسطه يعني ولا ايه؟ بجد انت صعبان عليا. البيتزا دي فيها 70 جرام بروتين وفيها اقل من 700 سعر حراري، وكمان تنفع لو انت عامل لو كارب. هنكسر بيضتين ونحط عليهم علبه تونه كامله، ونحط عليهم 30 جرام جبنه موتزاريلا، ملح وفلفل اسود، واضرب كل الخليط ده مع بعض. هنجيب صينيه نحط فيها ورقه زبده وندهنها برشه زيت زيتون، ننزل عليها بالخليط بتاعنا ونعمله على شكل دايره زي العجينه بالظبط. ندخلها الفرن لمده ربع ساعه على درجه حراره 180. تطلع معاك العجينه بالمنظر ده. اول حاجه معلقه صلصه كبيره وننزل بيها على العجينه بتاعتنا، وبعدين حطيت عليها من فوق فلفل الوان وزيتون. انت ممكن تستخدم اي حاجه انت عايزها. رشه جبنه موتزاريلا بقى من فوق، ندخلها الفرن على الشوايه من فوق عشان الجبنه تسيح. تقريبا هتاخد 10 دقائق. في ال 10 دقائق دول بقى هنعمل صوص الرانش. هنجيب علبه زبادي يوناني كبيره، دي فيها 15 جرام بروتين، ده غير بقى التونه والبيض. عد البروتين. هننزل عليها بخل ونص ليمونه، ملح، فلفل اسود، بابريكا، بودره ثوم، بودره بصل، معلقه مستردة، واخر حاجه خالص احط سيرم العسل، ولو ما عنديش احط عسل عادي. بس يا سيدي البيتزا تطلع معاك بالمنظر التحفه ده. ننزل عليها بقى بصوص الرانش ما اقولكش. انا كنت عايز اعيط حرفيا وانا بعمل البيتزا، مش طايق نفسي، عايز اكلها بدل ما اقعد اصورها. المهم يا سيدي انا عامل تحدي لخساره الوزن لمده 90 يوم، وبصراحه هيبقى فيها اكل احلى من كده كمان، علشان المره دي تعمل دايت بجد وتعرف تستمر عليه، مش زي كل مره تخس شويه وترجع تاني. كل اللي عليك انك تكتب لي في الكومنتات 90 وانا هبعت لك كل التفاصيل. مهما قلت لكم طعمها حلو ازاي عمركم ما تتخيلوا، لازم تجربوها.